أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وفي لقاء جديد من داخل فندق تويليب. النهاردة بننقل لكم فعاليات مهرجان أخبار النجوم. معانا النهاردة شخصية طبعا غنية عن التعريف، أستاذ المحامي مصطفى. أهلا وسهلا اهلا بحضرتك. وسهلا بك استاذ راي، منوره الدنيا. نورت الدنيا. الله يخليك من نورك والله. بداية كده ما عرفناش دور حضرتك للسادة المشاهدين. انا الاستاذ مصطفى محمود، انا محامي استئناف، وده شغلي الاساسي طبعا. وبحب برضه بجد الشغل ميديا، على طول بصور فنانين وبحضر حفلات ومؤتمرات، بنظم حفلات ومؤتمرات. لكن الشغل الاساسي المحاماه، بس بعشق الميديا وبعشق الفن. كلنا النهاردة كلمنا عن المهرجان بصفة مشاركتك النهاردة دي. مهرجان ما شاء الله جميل جدا، وفي اجواء جميله، في حضور عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانه هند عاكف، فيهم نجوم الكوره زي استاذ عبد الناصر زيدان، مصطفى يونس، في كذا شخصيه كويسه. المهرجان كويس جدا. إيه رأيك في التنظيم والفعاليات من خلال مشاركتك؟ تنظيم جميل جدا والاجواء جميله، والمهرجان على طول في تقدم، يعني كل مره بيبقى احسن من اللي قبله. السيزون اللي فات حضرته كان جميل جدا، والمره دي اجمل كمان. إيه الفرق بقى؟ يعني في الشخصيات شويه، السنه اللي فاتت كان في شخصيات برضك، بس المره دي في شخصيات اكتر. المهرجان كويس جدا، على طول في تقدم. علاء بلتاجي على طول بيعمل مهرجان كويس جدا يعني. إيه الإضافة اللي لمستها من خلال مشاركتك النهاردة؟ والله في وجوه جديده، في ناس جديده، وفي عدد هائل من المصورين، وفي ميديا كتير، مختلف عن السنه اللي فاتت شويه. في ناس كتيره عن المهرجان اللي فات شويه، رغم ان العدد النهارده مش اللي هو زي كل سنه. عشان برضه الجو والناس وكده، بس المهرجان برضه كويس، في شخصيات كتير حضرت جميله، والمهرجان ما شاء الله كويس، يعني من نجاح لنجاح على بالتالي ان شاء الله. تحب تقول إيه النهاردة يا أستاذ علاء؟ الله ربنا يوفقك دايما ويكرمك، وعلى طول المهرجان بتاعك يكون ناجح، وعلى طول في تقدم ان شاء الله. ربنا يكرمك دايما. اتشرفنا بيك جدا يا أستاذ مصطفى. يا شرف ليا، وانت طبعا غني عن التعريف، واتمنى لك التوفيق دايما ومن نجاح لنجاح، وربنا يوفقك دايما ونشوفك على طول متقدمه. توفيق. شكرا. توفيق ليك الله. شكرا.